قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بعد شوية وعمر رجع اوضته لقى يوسف واقف وكان مزنوق ومش قادر يتحرك. في ايه؟ قصدك ايه؟ في مشكلة ولا حاجة؟ لا مفيش. ماشي عمر استنى ولا اقولك خلاص. لا بقى انا مش قادر امسك نفسي اكتر من كده. تمسك ايه؟ عايزة اخش الحمام. هو استاذ ابو شخ عاوز يشخ تاني وبيطلب مني انا ليه؟ وهطلب من مين يعني؟ الممرضة. ازاي يعني هطلب من الممرضة تنزلي البنطلون؟ عمر رايح متصل بخدمة العمر. الو لو سمحتي كنت عايزة اغير الأوضة بتاعتي، في أوضة تانية فاضية؟ عمر استنى بس علشان خاطر. وبعد ما يوسف اترجى عمر دخل معاه الحمام. في المدرسة سارة واصحابها كانوا رايحين مدرسة ورد وفجأة شافهم محمود واصحابه. هاي انتوا مين يا حلوين؟ في الوقت ده ورد كانت خارجة بسرعة من المدرسة علشان كانت متأخرة على الشغل وملحقوش ان هما يشوفوها. سارة بدلع على محمود. ما تكسفنيش بقى بالأسئلة دي، أكيد عايزة رقم. تعرف حد اسمه يوسف؟ محمود بإحراج. هو غايب النهاردة. يا خسارة، بعد ما جيت كل ده طلع غايب. وفجأة شافت ولا صاحبة ورد في المدرسة القديمة. ايه ده ولا؟ ازيك عاملة ايه يا بقر؟ ولا جت تمشي جري وراه. الولاد اتصدموا من تصرف سارة واصحابها. ايه ده نقلتي هنا؟ طبعا مشيتي من المدرسة بعد ما قلتي اننا بنضايق البنات اللي زي وجاي تسيبي كل المدارس وتيجي هنا؟ بقرة وغبية. انفصلنا اهو بسبب. وفضل الكل يخبطها ويضرب فيها. عايزانا نسيبك في حالك؟ ردي يا بقرة رد. لو عملتي اللي هطلبه منك هنسيبك في حال. بصي بقى يا حلو، في بنت في المدرسة اسمها وردة على اسم زلابيا بتاعتها، عاوزاكي تعرفي لو في بينها وبين يوسف حاجة. انت يا بنت هتعملي كده ولا لا؟ حاضر. تمام، تقوليلي اي حاجة جديدة تحصل. وطبعا انت عارفة هعمل ايه لو طنشتي رسايل. في المستشفى نوران كانت لابسة حلو جدا وجايبة ورد وراحت لعمر. عمر عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ ازاي؟ ايه ده انت جاية تقابلي ولا ايه؟ ايه اللبس ده؟ نوران ما ادتش ليوسف اهتمام. ازاي الحادثة دي حصل؟ كان لازم تاخد بالك من نفسك. انا كويس، ما كانش ليه لازمة دي. انا جيت علشان كنت قلقانة عليك. الورد ده بينضف الهوا، مش لازم تسقيه كتير. سمعت انك رفضت الممرضة تساعد وباباك طلب مني اخد بالي منه، علشان كده جبتلك شوية حاجات هتحتاجها. شكرا، تعبتي نفسي. شكرا يا يوسف. سمعت انك كنت مع عمر وعملت حادثة معاه، وانت بتشكريني ليه؟ انت حبيبته معلش يعني؟ لو متضايق خلاص اعتبرني سحبت شكري ليه. وبعدين بصت لعمر. عمر جه يعدل المخدة. نوران جت تساعد. عمر بعد عنها وقال لها شكرا. هو ما فيش غير الأوضة دي؟ قاعدين مع بعض يعني؟ لو عايز اطلب من باباك ينقلك مستشفى تاني. لا شكرا. هو انت مش عندك دروس دلوقتي؟ لسه عندي وقت. هو انت ليه عايز نمشي بسرعة؟ انت ايه اللي جابك لوحدك؟ هي فين وقت؟ نعم، انتوا مش صحاب وبتعملوا كل حاجة مع بعض؟ ما جبتيهاش معاكي ليه؟ عندها شغل النهار، كنت عايز تشوفها وبتسأليني انا ليه؟ اسألي عمر واسأله هو ليه. هو مش انت حبيبها؟ مش ده اللي كل الفصل بيقوله؟ نعم يا اختي. في المطعم اللي ورد كانت شغالة فيه كانت منى وجلال بيقابلوا بعض فيه. الله، بجد الفراولة شكلها تحفة. فعلا الكافيه ده شكله حلو جدا اصلا. بس انت عارف انت شبه الفراولة. نعم، حلو زيها يعني. كلي طيب لحسن حد يسمعي. وفيها ايه ما انت حبيب وانا حبيب. طب قوليلي ليه ما رحتيش الشغل النهار؟ خدت انذار بعد ما صرخت في صاحب الشغل فاخدت اجازة النهار. رايك اقدم استقالتي قبل ما يطردوني؟ في الوقت ده جلال شاف ورد وهي شغالة في وسط البنات فراح حاطط وشه في الكيكة اللي قدام. يا نهار ازرق، انت بتعمل كده ليه؟ جلال وهو بيوطي راسه. ورد اختي. وطلع يجري على بر ومنى طلعت تجري وراه بره قدام الكافيه. بعد ما استخبى منى جت تمسح له وشه. انت ليه خايف قوي كده؟ ورد ضعف. مش هبقى مرتاح لو عرف. انا المدرس بتاعها، ولو عرفت بقية الطلبة هيعرفوا وهيفكروني اني بميزها عنه وكل مرة بديها درجات اعلى منه. خلاص فهم، خلينا نخلي الموضوع سهل. شكرا. منى رجعت بصت على ورد تاني. بس هي ليه بتشتغل بعد المدرسة؟ هي ليه عايزة تجمع فلوس في السر؟ هي المفروض تكون بتذاكر دلوقتي. ورد شكلها عندها حلم مش عايزة حد يعرف حاجة عنه، علشان كانت كاتبة في ورقة الرغبات انها عايزة تبقى فنانة تجميلية. انتي ما تعرفيش؟ نعم، فنانة تجميل في بيت ورد. هلا خرج
ومعاها شنطة أكل، ولقت علي بيلعب على كيس الملاكمة. بتعمل ايه يا هبل يا ابن الهبلة؟ ماما جربي كده اضربيني بالبوكس أو أي حاجة وأنا هصد الضرب علشان تعرفي ابنك بقى قوي قد ايه. هالة ادته بالقلم على وشه. روح يا هبل ودي الأكل ده لعمر علشان مفيش حد ياخد باله منه، وأكيد هو زهق من أكل المستشفى. ماشي يا ماما اللي انت عايزاه. لطفي وهو ماشي في الشارع خبط في واحد ووقع منه الشنطة كلها. آسف جدا، ونزل يلم الحاجة بتاعته، وفجأة طلع الراجل اللي نصب عليه ولطفي عرف. هو انت استنى ورمى الحاجة في وشه وطلع يجري، ولطفي طلع يجري وراه، فراح راكب تاكسي وطلع بيه بسرعة، ولطفي طلع هو كمان بتاكسي وراه. بعد ما ورد راحت المستشفى وهي داخلة أوضة عمر ويوسف، أول ما دخلت لقت يوسف من غير تيشيرت وعمر واقع فوقيه، والممرضة دخلت وراه، وأول ما شافت المنظر قالت طب الظاهر أنا جيت في وقت مش مناسب، هاجي وقت تاني. ورد كانت واقفة مصدومة ومش قادرة تتكلم، وعمر أول ما شافها قام بسرعة. عاملين ايه؟ انتي جيتي امتى؟ لسه جاية دلوقتي، بس شكلكوا بقيتوا قريبين من بعض أوي كمان. أصل أنا والله كنت بساعده بس يلبس ووقعنا على بعض، ما تفهمينيش غلط. طيب المفروض استناكوا برا؟ اوف، هو مش المفروض تخلص وتكمل؟ اخرس يلا. ورد خرجت بسرعة وعمر لبس يوسف بسرعة، وورد دخلت وقعدت هي وعمر، ويوسف لما لقاهم قاعدين وساكتين قام علشان يخرج. رايح فين؟ الحمام؟ عاوزني اساعدك في حاجة يعني؟ نعم، هو انت اللي بتدخله الحمام؟ وبعدين بصت على يوسف اللي متكبس من كل حتة. فعلا انا كمان شايفة انه مش هيقدر يعمل حاجة لوحده. مش عايزك تتخيلي كتير، انا خارج اتمشى شوية بس. وسابهم وخرج. جبتلك شوية الكتب دول معاك علشان ممكن تحس بملل، شكلها تقيلة عليك، وعلى فكرة انت مش لازم تجيبيلي حاجة علشان تجيلي. وعمر بيطلع الكتب في كتاب واقع، ووطوا هما الاتنين علشان يجيبوه، وورد شعرها شبك في زرار القميص بتاع عمر. استني خلينا افكهولي. وفي الوقت ده علي دخل فجأة عليهم. انتوا بتعملوا ايه؟ شعرها شبك فيا والله وبفكهولي. ورد غيرت الموضوع بسرعة. ايه اللي انت جايب؟ ده اكل علشان عمر، ماما بعتلي. همشي انا بقى علشان عندي حاجات كتير. وسابهم وماشي. ورد شعرها كان لسه شابك في قميص عمر، وفجأة سمعوا صوت زمايلهم في الفصل. ورد وهي خايفة، يا لهوي هنعمل ايه؟ عمر راح مدخلها بسرعة تحت الغطا، وفجأة كل الطلبة اللي معاه في الفصل دخل، ولسه هينطوا عليه علشان يحضنوا عمر بصريخ. لا اوعى حد يلمسني علشان تعبان جدا. وعلي خارج من المستشفى شاف حبيبة، فضرب نفسه بالقلم وراح عندها ومسكها. هو انا بحلم؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ انتي كويسة؟ لا. علي براحة. الحمد لله. وجت علشان تمشي علي مسكها. استني طيب، ما عندكيش فضول تعرف انا بعمل ايه هنا؟ طب مش هتسأليني انا كويس ولا لا؟ لا عادي وانا مالي. علي وقع في الارض وعمل نفسه مخنوق. حبيبة وهي خايفة عليه، مالك انت كويس؟ فيك حاجة بجد؟ انا تعبان اوي. تعبان؟ عندي مرض ملوش علاج، مرض بالتفكير فيك، وعيني ما بتشوفش غيري، وقلبي مش بيدق غير ليك. وفجأة يوسف جه وسمع. وايه كمان؟ حبيبي اعمل ايه دلوقتي؟ لو مش هتموت من التعب فما تقلقش انا هموتك. علي فضل متثبت مكانه من الخوف. يوسف مسكه من هدوم. ازاي اتجرأت وتعاكس اختي الصغيرة؟ هي مش قالت لك قبل كده ابعد عنها؟ اديني فرصة وانا هقنعها. يا اخويا يا قمر انت. وسابه وطلع يجري وهو فرحان علشان عرف ان هو يبقى اخوها مش حبيبها بجد. صح، خدي الهدوم بتاعتك. هي وردة عارفة ان اخوها الصغير معجب بيكي؟ حبيبة بصدمة. هو ده اخوها؟ اخوها الصغير، ما كنتش عارف. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.